السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مراتب الصبر ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه المراتب الثلاث لما تقرأ قصة يوسف تجد أنه قد كمل الصبر بمراتبه. ولهذا في نهاية القصة لما قال لهم عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. ماذا قال؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر. ذكر لهم أن هذا التمكين، هذا الفضل، هذا العز، هذه المنة العظيمة هي من ثمار الصبر بأنواعه. إنه من يتقي ويصبر، فصبر وصابر عليه صلوات الله وسلامه وحقق الصبر بمراتبه، ففاز هذا الفوز العظيم عليه صلوات الله وسلامه. تكميل يوسف لمراتب الصبر الاضطراري، وصبر على أذية إخوته وما ترتب عليه من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. يعني الحل الذي أمامه في هذا المقام أن يصبر وأن يسلي نفسه بالصبر ورجاء العاقبة الحميدة. والصبر الاختياري وهو صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية. الدواعي القوية هنا قف عندها، لأن حقيقة خاصة في هذا الزمان كثرة الفتن. ينبغي للشاب أن يتأمل في قصته وأن يقرأها. قصة يوسف عجيبة في هذا الباب، ينبغي للشاب أن يقرأ وأن يتأمل، وخاصة في هذا الباب بدءا من قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يقرأ هذا السياق العجيب. هنا لما تتأمل في يوسف في القصة هذه، يوسف أوتي شطر الحسن عليه السلام. في ذلك البلد يعتبر غريب، ليس من أهل البلد، ما يعرفه أحد. وعادة الإنسان في بلد يكون غريب لا يعرف في أحد يتنازل عن كثير من الأشياء التي لا يمكن أن يفعلها في بلده. ولهذا يقولون من قديم يا غريب كن أديب، لأن الغريب عادة يتنازل عن أشياء كثيرة ما يمكن أن يفعلها في بلده، ما يمكن أصلا بين قرابته وجيرانه وكذا. يعني مثلا في بلد ما يعرفه ممكن ما عنده مشكلة يخلع عمامته ويمشي، لكن لبس معين في بلده معتادين ما يمكن مثلا يغير أشياء من هذا القبيل، فكيف بأمور كبيرة جدا. فالحاصل أنه كان غريبا، وكان في أوج الشباب وقوته ونشاطه. الأمر الآخر أن المرأة التي أمامه جميلة ذات منصب وذات جمال، وزيادة على جمالها تهيأت وتعطرت وتزينت واستعدت. وليس هذا فقط، غلقت الأبواب. يعني سبحان الله تجمعت على يوسف أمور ما تحتمل إلا من يعصمه الله، إلا من يخلصه الله، إلا من ينجيه الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، بل عرضت عليه وطلبت منه وشددت وقدت قميصه من دبر. ما هي المسألة يعني فقط مراودة وتشديد في الأمر. ولم يقف عند هذا الحد، بعد ذلك صارت الأمر منها ومن النسوة، لأن النسوة في المدينة لما جاءهم طرف خبر بدأوا يتحدثون امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما بلغها أن هناك حديث عنها في هذا الموضوع جمعت النسوة عندها في البيت وجاءت لهم بطعام يحتاج إلى أن يقطع بالسكين، وأعطت كل واحدة سكين حادة، وأمرت يوسف أن يدخل، فقطعن أيديهن وأصبحت أيدي كل واحد منها تصب دم. لما رأينا الجمال الذي أوتي شطر الحسن، جمال عظيم جدا، قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآن تحولت القضية من طمع امرأة العزيز إلى طمع النسوة،
إلا تصرف عني ماذا؟ كيدهن. ما أصبح كيد المرأة وحده، أصبح حتى النسوة الأخريات. انظر الحال التي يعني وصلت معه، لكنه استعصم عليه السلام والتجأ إلى الله وتحصن بالدعاء، وقال هذه الدعوة التي ينبغي أن يحفظها كل شاب تعرض له هذه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الشيخ هنا أشار إلى مسألة هي المهمة في الموضوع الآن. مع قوة هذه الأمور يعني الأمور ما هي؟ الدواعي يعني هي تزيد على 10. بعض العلماء عددها حتى ينتبه المرء، حتى مع قوة الدواعي. يعني بعض الناس يأتي يقول والله ما أتحمل، يقول لا، ما في ما أتحمل، فيه لجوء إلى الله، في تحصن، في اعتصام، مهما كثرت الدواعي لا تقول. يعني بعض الناس الآن ونسمع من بعض الأشخاص يقول والله بلدي كل فتن ما أتحمل، ما في ما أتحمل، في نجاة، في باب نجاة مهيأ لك، في لجوء إلى الله سبحانه، في اعتصام بالله، في مجاهدة للنفس، ينجيك الله مهما كانت الفتن. انظر هذا الذي تعرض ليوسف عليه السلام، الله خلصه منه، حتى إنه قال ربي ماذا؟ نعم، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. مع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.